هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. عايزه اتكلم معاكم النهارده 10 نصايح عن النظافه الشخصيه للبنات. تمام. عشان الصيف والحر والكلام ده كله، فلو انتم مهتمين كيبوا واتشنج، متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا الفيديوهات كتيره. وبعدين يا جماعه انا بشوف ناس كتيره بتشوف الفيديو مش من القناه، فلو سمحت اشتركوا في القناه عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر. بس كده يلا نبدا. اول نصيحه هتكلم عليها عشان بس نكون محدد بسرعه. اول نصيحه. تمام. اول حاجه خالص، ريحتك في الصيف. ريحتك يعني ايه؟ يعني ازاي بنت ولحد دلوقتي وبنبقى ريحتنا مش حلوه؟ نظافه يعني ريحه حلوه. اول حاجه خالص ريحتك تبقى حلوه. عشان ريحتك تبقى حلوه مش بالبرفيوم، لا، بان انت تاخدي شاور، بان انت تهتمي بلبسك وبنظافه لبسك. اولا اللبس يكون نظيف، جسمك نفسه يكون ريحته حلوه. بس عايزه اقول معلش يعني حاجه كده. لو في اي ولد بيشوف الفيديو، انا معرفش انت هنا بتعمل ايه، كلام ما يخصكش ومش هيفيدك باي حاجه، فيا ريت مفيش اي ولد يشوف الفيديو وتطلعوا من الفيديو. اول حاجه ان انت لازم تهتمي بنظافه جسمك. طبعا مش كلام عادي كل قاله كل عارفينه، لا، انا هقولك على حاجات ما اتقالتش قبل كده خالص. اهم حاجه ان انت لازم تاخدي شاور كل يوم. تاخدي شاور. الشاور ده بعد ما تاخديه ما تاخديش الشاور بميه، الميه الوحيده مش هتعمل حاجه. لازم تاخدي شاور بحاجه اسمها، عشان ديت بتفرق في الريحه. يعني ايه؟ في حاجه اسمها سلسلك اسيد. ماده السلسلك اسيد دي مش موجوده في الصابون، مش موجوده في الشاور. انا كنت دايما باخد شاور بالشاور جل. بقعد ادهن بعد ما اعمل شيفنج، بدهن جسمي بحاجات اللي هي بالحاجات بالكريم اللي هو فالكريمات اللي فيها برفيوم وريحه، وبقعد اهرش جامد وبهرش كتير فبتعمل بتحسس الجلد. فعرفت ان لا، اولا لما تكوني بتاخدي شاور ما تاخديش الشاور بشاور جل ولا تاخديه بصابونه. الحاجات اللي فيها روايح بتحسس الجلد جدا. طب ناخده بايه؟ ناخده غسول فيه سلسلك اسيد. فيه غسولات كتيره زي ستارفل، وغسولات كتيره قوي زي لوريال وزي غارني. في حاجات كتيره فيها سلسلك اسيد. اهم حاجه تقري في الغسول السلسلك اسيد. هسيب لكم هنا صور فتغسلي بالسلسلك اسيد. طب السلسلك اسيد بيعمل ايه؟ ايه علاقته بالريحه؟ السلسلك اسيد بيغسل. بالمناسبه انا منى كيميائيه ومهتمه بمجال التجميل، وعندي صفحه على الفيسبوك هسيبها لكم، بعمل فيها حاجات للبشره وديودرانت، وبعمل كريمات تفتيح وحاجات كتيره انا اللي بعملها. فلو انتم مهتمين اسيب لكم اللينك تروحوا تشتركوا لو في اي حاجه عجبتكم. يعني انا بعمل عروض حلوه، وهسيب لكم الصفحه على الانستجرام. طيب ايه علاقتها بالريحه؟ ان هتقولي لي ايه علاقتها بالريحه؟ علاقتها بالريحه ان السلسلك اسيد بيقشر الجلد، فبيشيل طبقه من الجلد الميت، وبيعادل البي اتش اللي موجوده في منطقه الاندر ارم وفي الجسم كله. بيعادل البي اتش. البي اتش دي هي اللي بتعمل البكتيريا اللي بتسبب ريحه مش حلوه، فهو بيعادل البي اتش ديت. فبيخلي اولا بيشيل الجلد الميت اللي بيعمل ريحه مش حلوه، ثانيا بيعادل البي اتش، فبالتالي بيخلي الريحه حلوه. اوكي، احنا كده ظبطنا الريحه. هسيب لكم هنا برشام تابلتس كده. دي بالتوت، دي موجوده في الصيدليات. تمام. ديت للي بيعاني من ريحه وحشه دايما في منطقه الاندر ارم. هتظبط الريحه جدا وبيظبط المعده، لان المعده هي اللي بتبدا من الريحه. المعده والاكل اللي بناكله هو اللي بيسبب في ان يبقى فيه ريحه الجسم حلوه وريحه الجسم لا. تمام. يبقى مع الشاور الاكل هنظبطه. دي حاجه برضو ما اتقالتش او مهمه مش كتير يعرفها. الاكل بتاعنا السبايسي، البصل، البهارات، الاكل الشطه، الحاجات دي كلها بتعمل روايح في الصيف. حاجه الغيار بتاعنا ما ينفعش ان احنا نكون بنوتات وفي الصيف وان انا لازم الشاور كل يوم. على فكره انا باخد شاور تقريبا مرتين 3 مرات في اليوم. يعني احنا في الصيف، يعني في الشتاء نفسه باخد شاور كل يوم عادي. انتوا على فكره عادي، انتي مش هتاخدي حاجه في الشاور. فالشاور كل يوم ضروري، حتى لو مره واحده في اليوم لازم شاور كل يوم.
اوكي. طيب الغيار لازم تغيري مره مرتين في اليوم لو انت بتخرجي بالذات. لا، الغيار الداخلي الاندر ويرز لازم، لسه فيه لحد دلوقتي ناس ما بتغيرش. لا، لازم تغيري كل يوم البيجامه، الحاجات اللي انت بتلبسيها كل يوم في البيت. ثانيا الاندر ويرز لازم تتغير طبيعي عشان الريحه. فده اول حاجه، من قبل بقى ما اقولك ديودرنت ومن قبل ما اقولك ريحه حلوه خالص. اوكي. تالت حاجه الديودرنت تيجي وظيفته، لازم نستخدم ديودرنت. في ديودرنت كتير، اوريكم الديودرنت اللي انا بستخدمه دوت، اللي هو ده حلو جدا. لازم تستخدمي الديودرنت. ليه لازم؟ عشان الديودرنت بيظبط الريحه شويه وبيخلي، ممكن في الشتاء ما تستخدميهوش كل يوم، بس في الصيف لازم. اوكي. طيب رابع حاجه هتكلم عليها السنان. السنان بسبب الريحه ومن النظافه الشخصيه ان اسناننا تبقى حلوه. تمام. مش هقولك اغسلي بمعجون وكذا، لا، اغسلي سنانك بمعجون، ومع المعجون ان انتي في اكل بيبقى جوه على اللسان نفسه بيبقى عايز يتغسل اعملي بالفرشه كده. وبين السنان في حاجات بتبقى حاجات بقايا، حاجات دي ممكن نشيلها بحاجه كده بنجيبها من الصيدليه وبنستخدمها. فنظافه سناننا مهمه جدا علشان برضو دي بتسبب ريحه. طيب رقم 6 الشعر طبعا. الشعر مهم جدا في الريحة. ممكن تبقي جسمك كله حلو وجميل وكل حاجة وتلاقي شعرك هو اللي سبب في الريحة مش حلوة. وعن تجربة فعلا شعري لما بغسله بمية بس بيبقى ريحته مش حلوة ومكمكمة جدا. ما ينفعش تغسلي شعرك بمية بس، اولا بينشف، بيبوظ، بيقع جامد، بيبقى فيه بالذات في الصيف وفي الشتاء برضو، بس في الصيف بيبقى الجلد الراس نفسه بيبقى فيه بكتيريا. لو جيتي كده عملتي كده هتلاقي بيطلع بكتيريا وحاجات في ايدك. فلازم نعمل، لو في تقدري تستخدمي سكراب لشعرك ان انت تشيلي الجلد الميت، استخدمي شامبو. ما تغسليش شعرك غير ما تستخدمي شامبو. ما ينفعش تغسلي شعرك كل يوم. نضفي شعرك. ما تقعديش تحطي، على فكره هي كلها واحده، ما تقعديش تحطي برفيوم، ما تقعديش تحطي زيت، ما تقعديش تحطي حاجات ريحه حلوه على شعرك وهو اصلا مش مغسول بالشامبو ومش نضيف. لازم فروه شعرك نفسها تبقى نظيفه، ولما فروه شعرك نفسها تبقى نظيفه شعرك هيبقى ريحته حلوه بجد. اغسلي شعرك. انا بستخدم شامبو سباركل ريحته حلوه، او شامبو لوريال اللي هو طول الاحلام، هسيب لكم صوره. وبعد كده بحط بلسم كيش كينج. بلسم كيش كينج ريحته حلوه، او عايزه تستخدمي اي بلسم استخدمي، بس بلسم كيش كينج ريحته حلوه جدا بجد، بتفضل في شعري عن تجربه. انا بستخدم زيت جوز الهند. زيت جوز الهند على شعري بجد بيخلي ريحه شعري حلوه جدا، بس تعملي اللي قلتلك عليه. طيب هننتقل لرقم 8 الجسم، الشيفنج. هقول لكم بقى حاجه انا جربتها، تركه كده محدش هيقولها لكم. بجد لما تعملي شيفنج لازم تكوني عامله سكراب قبلها. هتعملي شيفنج وهتعملي سكراب قبلها، جلدك هيبقى نظيف. هنستخدم بقى ايه؟ هنستخدم مرطب. استخدمي مرطب ملوش ريحه. اولا لما بستخدم مرطب لريحه بيحسس جلدي، بفضل اهرش طول اليوم وجلدي بيحمر وبيبقى حاجه يعني. تمام. طيب تستخدمي ايه تاني يوم بقى او بعد الشاور على طول؟ يعني مثلا بالليل او بعد شويه من الشيفنج اللي انت عملتيه. طبعا ما بقاش موجود دلوقتي. حطي عليه البادي سبلاش او زيت او ايا كان. اولا بيثبت الترطيب فتره اطول في جسمنا. اوكي. ثانيا فعلا بتعرقي ريحه جسمك. العرق بيبقى ريحته حلوه بجد. انا ببقى شامه ريحه العرق، الريحه الكريم اللي انا حطاه. فبجد دي تركه كده. جربي حطي كريم ريحته حلوه اللي انت عايزاه، وحطي عليه بادي سبلاش او حطي زيت. وطبعا مش بعد الشيفنج بفتره يعني. هتلاقي انت بتعرقي، هتلاقي بجد. ولو مش عامله شيفنج بقى يبقى افضل تحطي على طول عادي كريم في ريحه بجد، بيبقى ريحه جسمك حلوه جدا جدا، وريحه كمان اللي تطلع من جلدك. اوكي. دي نقطه. طيب هنتكلم بعد كده رقم 9 على ايه؟ الودان. ورا الودان دايما بيبقى فيه حاجات كده مش نظيفه، والسره مكان اللي ورا الودان بيبقى مش نظيف. هتجيبي ايه؟ هتجيبي قطنه من القطن بتاع الميك اب، ازاله الميك اب، تحطي عليه اي كريم، وتروحي شايله كده اي كريم مرطب عندك. والله العظيم هيشيل حاجات كتيره جدا. هتلاقي حاجات كتيره جدا اتشيلت. ويا ريت بقى تعملي الحركه دي عشان تنضفي الاندر ارم وتعمليها، هتلاقي حاجات كتيره بجد اتشالت. ودي بتعمل ريحه وحشه. بتعمل ريحه وحشه.
اخر حاجه بقى خالص، رجلينا لازم تكون طبعا نظيفه. احنا كل يوم، بالذات الناس اللي بتخرج كل يوم، وما ينفعش سوري، بالنسبه للناس اللي بتخرج كل يوم ما ينفعش تلبسي اللبس والطرحه كل يوم او تلبسيها كذا مره، بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. ما ينفعش تلبسيها في الصيف كذا مره، في الشتاء اوكي لكن في الصيف لا. اوكي، فبس كده دي كل النصايح اللي كنت عايزه اقولها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب في حاجه منه تكونوا بتعملوها او تعملوها. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس وتعملوا لي فولو على الانستجرام. وبحبكم كتير كتير، وادعموني بجد واشتركوا في القناه عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر. و الريت يعلى عشان انا بتشجع لما انتوا بتعملوا لي الحاجات دي، ولايك وشير. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.